اوعى تفتكر ان المدام بتمثل لما تلاقيها طول الوقت بتشتكي ان بتصحى من النوم مرهقه وتعبانه، مهما نامت، مهما حست ان هي خدت كفايتها من النوم برضه ما نامتش، عندها اجهاد في الجسم كله، خاصه في الجزء اللي فوق، دراعاتها مش قادره تشيلها، عندها وجع في المفاصل اللي فوق سواء المفاصل الكبيره او المفاصل الصغيره، على طول حاسه ان هي مش مركزه، على طول حاسه ان هي مكتئبه، مش عايزه تتكلم مع حد، بتتعصب من اقل حاجه، ما تقولش ايه اللي غيرها، ده ممكن يكون عندها فايبروميالجيا. الفايبروميالجيا ودي واحده من الامراض اللي لحد اللحظه دي طريقه تشخيصها مش سهله. فانا جاي اقول لحضرتك بشكل علمي ومبسط الحقائق اللي حوالين الفايبروميالجيا بعيدا عن الترند وكلام السوشيال ميديا. خلينا نعرف ان الفايبروميالجيا بيأثر على حوالي 5% من الناس، من 3 ل 5% من البوبيوليشن او من الناس. 90% من الحالات تكون مع السيدات، ممكن تحصل عند الرجاله، ممكن تحصل عند الرجاله بس مش مشهور، يعني قصاد كل 9 أو 10 سيدات ممكن راجل يعاني من اعراض الفايبروميالجيا، يعني الحاله دي في الاصل بتيجي اصلا مع السيدات. فانه مرحله عمريه عاده ما بين ال 30 لل 50، بعد ال 50 بتبقى حاجه ثانيه خالص وبتبقى دايما مرتبطه بحاجات ثانيه مناعيه، انما ما بين ال 30 لل 50 الفتره الريبرودكتيف، سواء فتره ريبرودكتيف على المستوى بتاع الخصوبه او حتى الانتاجيه في حياتها كشغل وكحركه وكحياه، فبيأثر في المرحله دي، ودي مشكله الفايبروميالجيا مع احد الامراض المناعيه الثانيه اللي بيجي في نفس المرحله العمريه. الفايبروميالجيا كمرض قلنا ان طريقه تشخيصه طريقه مش سهله، دايما بتعتمد على الاعراض واستمراريه هذه الاعراض لفتره اكثر من 3 شهور، برغم ان الاعراض دي فيها تداخل مع نقص فيتامين د، الاعراض دي فيها تداخل مع بعض المشاكل المناعيه الثانيه، ولكن لحد اللحظه دي فهم الفايبروميالجيا لا زال مش واضح قوي. عندنا 5 حاجات ممكن تكون وراها، طبعا في عامل جيني وعامل وراثي، في عامل تاني ان انا عندي زياده في الاحساس بالالم، في الاشارات العصبيه اللي بتطلع عندي من الاطراف وتوصل للحبل الشوكي وتطلع للمخ، بتوصل اسرع من الطبيعي، فاحساس الالم فيها اعلى بكتير، يعني هي ممكن باقل حركه تحس بوجع، باقل لمسه تقول لك انت وجعتني مع انك انت ما عملتش حاجه، حتى الولاد وهي بتشيلهم او وهي بتتعامل معاهم حاسه ان اقل مجهود بتعمله وجعها قوي. رقم 3 ممكن يكون عندي كمان جزء في الهرمونات اللي مسؤوله عن الاحساس بالانبساط او ثبتان المود، ان المود بتاعها كويس، فبيكون خلل ما بين الدوبامين، على خلل في السيروتونين، على خلل في النور ابنفرين، ال3 هرمونات الاساسيين اللي بيلعبوا مع بعض في ضبط المود وطريقه التفكير والنظر للحياه والنظر للناس. كمان في جزء تاني وده في غايه الاهميه، الاستريسورز. ست الكل دي كمان لو بتشتغل وعندها ضغوط كبيره جدا في شغلها، مع ضغوط البيت، مع ضغوط الاكل، مع ضغوط الشغل، كل ده مع سوء تغذيه والطريقه الغلط اللي بناكل بيها قد تكون احد العوامل المهمه جدا لحدوث الفايبروميالجيا. فعندنا عوامل اللي هي بتلعب مع بعضها، منها جزء ليه علاقه بالستريس والضغوط اللي موجوده عندنا، وبرضه ده جزء مهم ممكن يرجعنا ان احنا كتو بارتنرز محتاجين نتكلم مع بعض ونفهم بعض ونقلل الضغوط على بعض، غير طبعا ضغوط الحياه. استمرار الاعراض دي اكتر من 3 شهور بدون ما تتحسن خلاص بيكون غالبا دي النظره الرئيسيه لفكره ان ممكن تكون الحاله دي فايبروميالجيا. تعالوا ندخل بقى نشوف احنا نعمل ايه مع الحاله بتاعت الفايبروميالجيا. علاجيا طريقه العلاج بتاعتها بتعتمد على استخدام بعض الادويه اللي قد تبدو ان هي مضاده للاكتئاب، ولكن هي هتضرب عصفورين بحجر او كذا عصفور بحجر واحد. الجانب الثاني الادويه ديت بيكون لها دور كبير قوي في تقليل